بص يا مان، الكلام اللي انا هقوله ده مش يعني انا مش بقولك كده عشان تجدد وبتاع، ولا انا هقوله ده عشان خاطر تجدد والنبي جدد وكده وبتاع. مفيش الكلام ده، احنا اصلا خلاص مش طايقينك يعني. آم، حبيبي، زيزو الاهلي جايبه فري، والاعلانات غطت تكاليف الصفقة بتاعته كلها، يعني هو جاب حقه باعلاناته خلاص. تمام. تريزيجيه جه وتنازل عن نص مرتبه هناك في الجزيرة الإماراتي تقريبا عشان يجي للنادي الأهلي، وهو ماشي تنازل عن فلوس عشان ما يعملش مشاكل مع الأهلي. انت، انا دافع فيك 3 مليون دولار وبتاخد دلوقتي اعلى، بيتظبط لك على المفروض ان التجديد اللي جاي ده انت بتظبط لك عقدك. انت عاوز ايه؟ بص يا باشا، احنا كجمهور الاهلي دلوقتي من غير بقى عصبية ومن غير ما نرفزة مش طايقينك. فلو هتاخد 2 جنيه احنا مش عايزينك اصلا تلعب في الاهلي. فيا كابتن سيد، انا عاجبني قوي اللي انت بتعمله، انت ووائل جمعة ان انتوا راكنينه كده، اللي هو ايه، ولا خلاص يا باشا خليك قاعد اتمرن مع الفرقة، مش هتلعب مطوشة وما يشاركش في برشلونة ويسافر معاك اسبانيا وما يشاركش. هو ده بقى، هو ده زي اشرف داري كده، مش عايز يا باشا تتنازل وتمشي، خليك يا باشا اقعد اتمرن. هو ده، ما تلويش دراعي. واحنا كجمهور انا بقول لك اهو، يا نجم النجوم، يا افشخ واحد في الفشخونيا، احنا مش طايقينك ومش عايزينك في الفرقه. اقسم بالله العظيم ثلاثة، منظرك بتشيرت النادي الاهلي بقى يضايقنا. ف برافو عليك. خليت جمهور الزمالك يكرهك، وخليت جمهور الاهلي يكرهك، وما كسبتش اي حاجه من الاتنين. برافو عليك. خليك بقى ماشي ورا ادم وطن.